يا إنسانة يا محترمة، ما تروحيش تتكلمي مع واحد متجوز وتحكي له قد إيه انت حزينة في حياتك ومحدش بيفهمك قده. هو ماله أصلا؟ ايه المشكلة لما واحدة تشوف واحد متجوز ومخلف فتحط عينها عليه وتقول بس هو ده الشخص المناسب ليا، وتقعد تكلمه وتشغله وتلف عليه لحد ما تخطفه من بيته ومراته؟ ايه المشكلة يعني؟ ما هو غني وهيحقق لها كل اللي هي عايزاه، ومش مهم بقى بيته يتخرب، ومش مهم مراته وعياله. هي مالها اصلا بكل ده؟ هي يعني كانت ضربته على ايده؟ ولا هو يعني في راجل بيتخطف؟ لا، مفيش راجل بيتخطف، بس في بدايات وفي مقدمات. يا إنسانة يا محترمة، ما تروحيش تتكلمي مع واحد متجوز وتحكي له قد إيه انت حزينة في حياتك ومحدش بيفهمك قده. هو ماله أصلا؟ وبعدين تكسري الحواجز بينكم وشوية بشوية تكرهيه في مراته وتحسسيه قد إيه هي نكدية ومش فاهماه، وإزاي انت مستحملها كده، وإنك انت بقى الفرفوشة اللي فاهماه، لحد ما يكرهها ويكره بيته وولاده وحياته كلها وبيته يتخرب. إيه ما بيحصلش ولا إيه؟ خلي بالك، عمرك ما هتكوني مرتاحة لما تبني سعادتك على خراب بيت تاني. مش هتسلمي من دعوة زوجته المظلومة اللي فرقتي بينهم، ولا ولاده اللي حرمتيهم من الاستقرار النفسي، والفلوس مش هتعيشك في امان واستقرار، وهيجي يوم وربنا هينتقم منك.